انا بدر سيركن رابر وام سي، والنهارده الهوست معايا ضيف الحقيقه يعني حجمه كبير جدا لانه حقق انجاز ضخم جدا. احنا في الموتور سبورت في مصر عندنا ابس وداونز لحد ما في اسم جه ورانا شكل جديد خالص للتطور والانتصارات اللي ممكن تحصل في عالم زي ده، وهو ابراهيم بدوي. الكلام من القلب ما بيقدمش. ابراهيم ازيك؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ كله تمام. جايبينك في وسط امتحانات وفي وسط العباكه، بس معلش بقى كنا لازم نقعد معاك قعده. حبيبي ابراهيم، طبعا انا بحب دايما اتكلم. انا عرفت ازاي الشخص اللي انا معايا ضيف يعني في الحلقه، فانا من حوالي كام سنه كده ابتديت اشوف بوستس وفيديوهات وحاجات عن حد بيسابق سباقات بره في لامبرجيني، وكنتش لسه اعرفك ان بيرسون، وما كنتش اعرف ان في بينا ناس كومن كتير كده. طبعا انا اندهشت في الاول من حجم لان حاجه زي دي كانت جديده علينا قوي في مصر، ان حد يطلع يشارك في السباقات اللي حجمها يعتبر بالنسبه لنا كبير. انت عارف شكل السباقات عندنا في مصر محدود شويه. مظبوط. فكنت عايز اعرف جت ازاي. يعني انت خلينا نرجع ورا شويه خالص، انت اصلا من الناس اللي بتحب العربيات؟ انا طول عمري بحب العربيات من وانا صغير، تمام. بس ما كانتش حاجه بالنسبه لي سيريس قوي. تمام. ف يعني كونسبت العربيات كانت حاجه تعجبني جدا، بس ما كنتش انفولفد جدا. انا عندي صحابي دايسين جدا في السباقات وكارز ان جنرال اكتر مني بكتير. بس جت فتره كده كنت فكرت ان انا عايز اعمل حاجه ام باشنت اباوت. فكنت انا في الاول سباح، وبعد كده عملت سايكلينج، ومن السايكلينج ابتديت اف تو ويلز، وحبيت فكره السرعه. دايما كنت بطلع حتى تو ويلز اللي هي بايكس. لا بايسكلز عادي، حتى مش بايك أوكي. بس الكونسبت نفسه عجبني، ان في شويه سرعه يعني ادرينالين بالظبط. فهو يعني this was kind of the start. في الفتره دي برضو كنت بعمل شويه اوف رودنج، فحبيت يعني انا اوف رودنج بحبه جدا، بس حسيت ان انا عايز حاجه فيها سرعه. اوكي. يعني I still love off roading، وبنطلع كل فين وفين انا وعيلتي اوف رودنج، بس حسيت حاجه I want more adrenaline. تمام. فحسيت ان I get this rush from circuit racing. يعني انا كان اخري بروح هي حاجات في مصر، ما كنتش بطلع بره، بس اخدت السنس التيست في الاول. السيركت في مصر كان ايه؟ كارتنج. كارتنج. هي حاجات لوكال، انا ما كنتش اعرف اي حاجه بره. بفهم منك الموضوع. اوكي. لا I never had exposure بره. تمام. يعني انا when I started زي كل الشباب اللي هنا اللي بيبداوا it was the same. وانا برضو لما I started كان عندي 16 سنه. ده متاخر او 15. متاخر قوي بالنسبه للناس اللي في مظبوط. 15 سنه هم بيخشوا عربيات باكسبيرينس 10 سنين prior to that كارتنج بقى، على لانه بيبقى اوريدي هو عنده 6 سنين مثلا. مظبوط. تمام. انا بصراحه في الكارتنج ما كنتش سريع. I'm very honest in karting I was not so fast، بس انا حبيت الموضوع جدا، و it was kind of a challenge بالنسبه لي. ان هو انا عارف ان انا مش سريع قوي في كارتنج، بس let's see where I can take this. انت عايز تعلي سقف التحدي بالنسبه لك. اوكي. عشان انا لما بشوف ان انا مثلا في حاجه مش حاجه بحبها، بس انا مش اقوى حاجه فيها، طب خليني اجرب اشوف اخري فين. تمام. ممكن انا اوصل لحد فين. تمام. عملت كارتنج في الامارات، وفي الاول ما كانش فيه نتائج خالص. اشتغلت على وزني، ان انا انزل في وزني جامد. كنت وانا عندي 15 سنه كان وزني 100 كيلو تقريبا. اشرح دي بقى. لان هو في ناس يعني يقول لك مثلا ايه ده الدرايفرز دول مش اثليتس يا عم، دي ناس راكبه عربيات ما بتعملش رياضه. اشرح بقى المجهود اللي انت بتحتاجه عشان وزنك يبقى مثالي للقصه دي. هو عامه in racing in general there is a rule ان هو the heavier you are automatically هو you're gonna have a disadvantage straight off the bat. يعني not including any skills in driving, being overweight affects you a lot. يعني مثلا for example في البطولة اللي احنا فيها الإيطاليان جي تي دي، هم لما يغيروا البالانس اوف باور بتاع عربية هم بيغيروا يحطوا مثلا 20 كيلو. اوكي. فال 20 كيلو دول لو في وزنك هيبهدلوا المعادلة. هو ده اصلا هم لما يحسوا ان العربية سريعة قوي بيحطوا عليها 20 كيلو عشان يبطئوها، مع ان 20 كيلو بالنسبه لنا في عربيه مش فارقين ولا حاجه. هم متعودين هي ولا حاجه. فانا في كارتنج بقى مش عربيات، يعني في كارتنج مفيش باور اصلا. انا وزني 100 كيلو تقريبا وانا عندي 15 سنه، والناس اللي انا بسوق معاها عندها 65 70 65 70. اوكي. يعني اقل مني ب 30 كيلو بعربيه اصل الباور بتاعها قليل قوي. باور تو ويت ريشيو باظت خالص كومبليتلي. تمام. فاشتغلت على نفسي في الحته دي، ونزلت تو هاي 70s. بس وقتها يعني في شويه نتائج بانت، بس ستيل ما كانش عندي السنس. فقلت اشتغل على نفسي، ستيل هكونتينيو، مش هخلي الموضوع ده هو يوقفني خالص. I'll keep going و I'll see where I can go with this.
في اخر سباق I qualified P3 في الامارات. فابتديت خلاص ابتديت تحس ان اشوف فعلا في حاجه بتحصل. ف وقتها خلاص انا كنت داخل داخل على 16 سنه، وكل الناس ابتدت تخش بقى في الفورمولا وكده. فحبيت اعمل تيست داي في F4. رحت كريمونا في تراك في ايطاليا، وماي فيرست انت عايز تعمل تيست بما ان انت وصلت لحته كويسه في الكارتنج، انت عايز تجرب نفسك في حاجه اقوى. بالظبط. أوكي. انا دايما على طول اي فرصه تجيلي انا عايز اخش في اقوى حاجه واجرب نفسي فيها. وضح للناس بس الاف 4 دي بتبقى عربيه شكلها عامل ازاي؟ هي it's a smaller يعني هو في F1 there are different there are steps towards F1. تمام. في الاوفيشال لادر اللي هو FI F3 F2 F1، وفي F4 دي اللي هي most drivers they usually go through F4 كالفيرست ستيب مرحله عشان تتاهلوا. بالظبط. اوكي. يعني هي عربيه شبه الفورمولا 1 بس صغيره، اصغر less power و less aero. بالظبط. تمام. بس it's the same concept، نفس الكونسبت، السواقه. تمام. القعده it shares a lot of similarities يعني. تمام. فانت حبيت تجرب. مظبوط. وبعدين ففي الفيرست تيست دي انا طلعت طويل جدا على عربيات الفورمولا. وانت ما شاء الله عمل لنا مشكله مع المايك. فانا كنت يعني انا الخوذه كانت فوق الهيلو. في التيست دي ده كان اول سنه they applied الهيلو. اول سنه يبقى فيه الهيلو في العربيه. فانا عايزك لما تكون بتتكلم عن حاجه تشرح ايه هي الهيلو عشان الناس تبقى. الهيلو هو زي رول كيج يعتبر. هي حته أوكي. عشان السيفتي. بالظبط. عشان لا قدر الله حد يتقلب ما يبقاش هو اعلى نقطه. مظبوط. في نقطه اعلى منه. صح. انا كنت اعلى نقطه بقى عشان انت ما شاء الله طول. مظبوط. وكمان وقتها I didn't have experience. كان عندي بس سنه كارتينج في الامارات و it wasn't very professional. فبرضه في الاول there wasn't any results. بس كان موجود وقتها مين my current manager اللي هو اسمه فابريزيو ديل مونتي. هو كان موجود and he was scouting my performance. انا my performance wasn't the fastest، ما كنتش اسرع حاجه، بس تمام. هما شافوا الكيرف بتاعي انا بدات فين وفي اخر اليوم كنت فين. بشوف تتحسن ازاي. مظبوط. شافوني انا كنت فين وبقيت فين، الستبس اللي انا خدتها. تمام. بس انا عايز اقف هنا عشان ممكن نكمل دي قصه ازاي دخلت مع لامبورجيني. اكمل في القصه دي. انا هسالك يعني انت هو لما شافك هو في اليوم ده جه علق عليك قال لك حاجه في اليوم ده، ولا انت عرفت منين انه كان متابعك وكان بيبص عليك؟ انا اصلا كنت طالع تيست دي من حد اعرفه، هو من الامارات عرفني عليه في ايطاليا. تمام. فانا كنت رايح انا كنت اصلا المانجر ما كنتش اعرفه. اوكي. بس هو كان موجود بيتفرج سكاوتنج. فهو شغال تبع لامبورجيني اصلا. تمام. انا بقى كنت لسه هسالك دلوقتي اقول لك احنا اول ما ابتدينا نحس بيك او شفناك وانت لامبورجيني درايفر. فمن يعني جات ازاي بقى انك تخش من وانت لسه بتحاول تستشف كده وعمال تحسس على الطريق هوب دخلت لامبورجيني؟ جات ازاي الحكايه دي؟ هو ده هكمل لك بقى حته الفورمولا عشان هم مربوطين ببعض. اوكي. هو المانجر كان متابعني في اول تيست دي. تمام. بس وبعد كده ما شفتوش تاني وكملت عملت تيست ديز في F4 وكنت بتحسن. تمام. وكنت خلاص I was preparing ان انا اعمل F4 سبين. تمام. بطولة سبانيش F4 دي. تشترك بقى في بطولة اوفيشال بقى. F4 واخش في البطولة خلاص I wanted to compete. ساعتها ده كان بيبقى على حسابك؟ كله على حسابي. اوكي. دي كوست ضخمة جدا اعتقد. Everything in the sport is very expensive. جدا. فكملت في التست دايز. I did I think 8 test days مع MP Motorsport. MP Motorsport is one of the top teams في F4 F3 و F2. ما شاء الله. بس I started to improve قوي by the end. وبعد كده المانجر my manager دلوقتي بعت لي مسج بيقول لي ابراهيم انا فابريزيو تبع لامبورجيني روم، عايزين نجربك في عربيه لامبورجيني سوبر تروفيه. احساسك كان ايه بقى؟ لا انا مش مستوعب بقى. اصلا انا يعني انا بابايا انا عمري ما سوقت عربيه في الشارع غير لما تميت 18 اصلا. فانا كنت لسه تحت السن. انا عمري ما سوقت عربيه في حياتي. اوكي. كان اخري F4 F4 والكارتنج لكن ما سوقتش عربيه. ايوه لا never drove a real car يعني. فطبعا انا وبابايا في الاول يعني هي حاجه it's something huge. احنا العربيه سوبر تروفيو فيها I think 650 هورس باور 650 حصان وعربيه خفيفه. وانا I don't have an experience in cars. ال F4 has much less power. حاجه مرعبه طبعا. مرعبه جدا. فقلنا خلينا ناخد يعني خلينا ناخد الخطوه دي ونشوف. في اول التست دي فابيزيو كان طلع معايا في العربيه. هو في الاول لما بيبقى سواق جديد بيحطوا هو في العادي العربيه السبق بيبقى فيها كرسي واحد regardless بقى GT او فورمولا. ده هو بيبقى سيت واحد عشان الوزن بالظبط.
بيفك بيبقاش فيه صالون اصلا، ما هو فيش كرسي. هو كرسي والبارز وبارز بس، والالكترونكس اللي موجوده في العربيه، ولو في بالست الوزن اللي هم بيحطوه عشان البالانس اوف باور ده. تمام. فهو حط كرسي عشان هو عايز يقعد جنبي يراقب، يسوب- يقول لي يشوف. يسوبرفايز ويشوف عشان ما اعملش حاجه غريبه، عشان حاجه اسمها first تخوف time. برضه. بالظبط. فقعد معايا، انا فاكر قعد معايا 2 لابس. شعورك بقى، لا قبل ما نخش على اول ما آه. قفلوا عليك باب العربيه وحط ايدك على الطاره وسمع صوت العربيه بقى وبتاع، أيوة. ايه بقى حاسس بايه؟ انا في العادي الحاجات دي مش بحس بيها عشان ببقى مركز جدا، تمام. بس اول مره ركبت طبعا. عربيه جي تي، انا بالنسبه لي انا قاعد في العربيه، لا يعني في حاجه دي حاجه مختلفه. انا اول مره ما شفت العربيه انا قلت this is a spaceship. بالنسبه لي دي شكلها عربية سفينه فضاء. ايوه بالظبط. سفينه فضاء. ف it was overwhelming. حسيت لا ده في حاجات كتير قوي بتحصل في اللحظه دي، فما حبيتش الموضوع، ما حبيتش اكبر الموضوع في دماغي. حاولت لو خلاص عادي اهدى بقى. هسوق أيوة وخلاص. بالظبط هسوق، خليني اهدى اركز عشان هشوف هعمل ايه بقى، عشان هو يعني هو قال لي تعالى عشان عايزين نجربك فنشوف. انا مش عارف انا مين بجرب. موجود. انا مفيش- بجرب بس مفيش- ما فيش حاجه يعني. فطلعت في العربيه، دورت العربيه وطلعت من البيتس. طبعا انا جيت ادوس بنزين بقى، غير الاف 4. الاف 4 it doesn't have the torque and the power، فجيت ادوس بنزين لقيت العربيه بتروح بجنبها. طبعا قويه جدا. قويه جدا، انا مش متعود على كده. مم. فلحقت العربيه وطلعت من البيتس بس. ففي اول لاب انا جاي بقى لسه ايه، بحسب العربيه، التاتش، الفرامل قويه جدا. احنا في العربيه دي بنفرمل 150 كيلو يعني الضغطه، الفورس بتاعتك الضغطه لازم تبقى قوه رجلك كانك حاطط عليها 150 كيلو 150 وزن. كيلو برجل واحده، رجل الشمال. يعني يعني العربيات التانية بتبقى اقل من كده، بس السوبر تروفيه دي عنيفه جدا. فلسه باخد السنس التاتش بتاع العربيه. وده كان الفيرست لاب. تاني لاب لقيت سبحان الله، لقيت نفسي كيمياء ظبطت. يعني أوكي. حاسس اكن العربيه دي انا بتاعتك. بسوقها بقالي كتير. مم. بس وفي السكند لاب I started to click، والثيرد لاب لقيته خلاص بيقول لي خلاص طلعني. انا حاسس ان انا هرجع. هو بيقول لي كده. هو ده متعود. فابيزيو باي ذا واي هو كان سواق في فورمولا 1 اصلا، ما شاء الله. يعني هو كان مع تويوتا، كان ريزيرف درايفر مع تويوتا. اوكي. فهو شاف جي فورس مرعب في حاجات في حياته صعبه قوي يعني. شاف كل حاجه في يعني all the steps towards. وكان اندي كار، كان بيسوق اندي كار برضه في امريكا. اوكي. فهي did a lot of things. فقال لي لا خلاص انا I trust you, I want you to drive. عايزك انت تسوق مع نفسك واحنا هنتابعك من بره. اوكي. فكملت عادي زي ما بعمل في الكارتنج وفي الاف 4. كان عندك سيميليتر؟ كنت بتسوق على سيميليتر؟ انا الحاجه اللي فرقت معايا قوي قوي هي السيميليتر. كان عندك من الاول ولا جبته اول ما ابتديت تحب القصه بقى والكارتنج وكده؟ لا كان عندي لوجيتك من زمان خالص. لوجيتك من زمان خالص يعني. بس عشان الناس تبقى فاهمه، السيميليتر اللي هو الستيرنج ويل والدواسات اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر او الاكس بوكس او بلاي ستيشن. اوكي. كان عندي لوجيتك من زمان. اوكي. بس انا لما كنت بلعب ما كنتش حتى بستخدم اي ريسنج ولا حاجه. انا كنت بلعب اللي هو بيسك جدا اللي كل الشباب بيلعبوه، اللي هو جراند تريزمو. اوكي. تظبطها اركيد حتى اركيد مود عادي جدا. بس انا كنت مثلا انا كل يوم 5 ساعات 4-5 ساعات كل يوم وكل ده ما كنتش حسيت ان انت عندك نازع تجاه الموضوع بقوه؟ مش عارف ده كانت حاجه. اوكي. كملت في التست دي ولقيت نفسي خلاص انا امبروف. انا ما اعرفش اللاب تايمز بقى اللي موجوده في التراك ده ايه. ده اول تست دي كان في موجيلو، تراك موجيلو في ايطاليا. اوكي. بس فانا كنت بامبروف بس مش عارف ايه الريفرنس يعني فين المستوى اللي انا المفروض اكون عنده. بس مش عارف رحت فين بالنسبه لاحسن ناس او الارقام الجامده. اوكي. فجيت في نص التست دي كده لقيتهم على الراديو بيقولوا لي خلاص يا ابراهيم كفايه كده. كفايه. انا مش فاهم بقى يعني. انا حتى ما قالوهاش بتون انت عملت كويس او وحش. كفايه بس خبر بالظبط. كفايه خش بقى. فدخلت، بابايا كان موجود يوميها برضو بيتفرج. فرحت لبابايا قالتهم كلهم يعني لقيت فيه 2 لابسين لامبورجيني واقفين مع بعض وفابريزيو موجود هناك وانا مش فاهم دول مين. ما قلتش بوظت العربيه ولا ايوه انا مش فاهم بقى في حاجه حصلت في الموتور ولا ايه. فرحت لبابايا قلت له، سالته هو مين دول. صدقهمش انا عملتش حاجه في العربيه. العربيه سليمه ايوه. مين دول بقى بيعملوا ايه هنا. فقال لي لا ما اعرفش. انا لقيت الاثنين دول واقفين على الشاشه لما شافوا اللاب تايم الاخير اللي انت عملته. خلاص كفايه كده. ففهمت هم اللي قالوا خلاص ودخلوه. قعدوا 5 دقايق بيتكلموا. بعد كده جم قالوا لي خلاص يا ابراهيم احنا عايزين ناخدك لمصنع لامبورجيني وعايزين نقعدك مع جورجيو سانا اللي هو هيد اوف لامبورجيني موتور سبورت وعايزينك تخش لامبورجيني يونج درايفر اكاديمي. بس فهي بدأت في مكالمه ولا في نفس اليوم؟ في نفس اليوم. وهنروح المصنع في نفس اليوم.
طيب واقفه بقى، والدك بقى ايوه موقفه ايه من اللي لا بيحصل هو ده؟ مش فاهم، ولا انا ولا هو فاهمين. طب هو لما كان طالع معاك ايوه كان دماغه جايبه حاجه اكتر من انك تجرب بس وتمشي؟ لا يعني هو احنا راح. كنا فاكرين ان دي حاجه كده كوميرشال يعني. بس كده كده انا عايز اجرب، انا اي فرصه تجيلي لو قادر عليها هعملها، تمام. try my best يعني. تمام. فاحنا فجاه الموضوع قلب جد. احنا فاكرين هو في الاول بيهزر. هتروح مصنع لامبورجيني وانا اول تيست دي ليا، والهيد اوف موتور سبورت انا شومخر في نفسي لا قوي. ايوه يعني مش عايز الموضوع. ايوه فبس رحنا هناك في نفس اليوم، خلصنا غيرت هدومي ورحنا على مصنع على طول هناك، وقعدت مع جورجيو سنه. والتست ده كان في اخر 2022. تمام. بس فهم بقى خلاص مضيت مع لامبورجيني عشان اخش اليونج درايفر اكاديمي في 2023. مضيت انك تعمل ايه بقى؟ يعني الديل هنا انك هتعمل ايه مع لامبورجيني؟ كنت ان انا هسابق في 2023 في اللامبورجيني سوبر تروفيو يوروب البطوله، بس تحت اليونج درايفر اكاديمي. اوكي. هو في تقريبا كل سنه 15 يونج درايفر، من 15 هم بينقوهم بس انت بتتحمل كوست الاكاديمي؟ لا كوست، هم مفيش كوست. تمام. هو كل حاجه بتبقى على حسابهم لما هم اللي يختاروك. لما يختاروك هم كده انت بيبقى عليك السباقات عليك، بس اي حاجه هم زياده هم بيدفعوها. مقصود السباقات عليك دي مقصود بيها الكاوتش إيه؟ ايوه اللي هو اي حاجه اي حد بيدفعها في العادي. يعني انا رايح اعمل سباق، تمام، في تايرز، في انشورنس، كل الكلام ده عليا. كله عليا. بس في حاجات زياده، يعني مثلا ايه تريننج كامبس تبع اليونج درايفر اكاديمي دي كانت كلها بتبقى عليهم. تمام. سفر لهناك، راجع، اوتيل، كل ده عليهم. تمام. لما تبقى حاجه اكسترا تبع اليونج درايفر اكاديمي انت بتدفع يوم السباق بيسكلي. تمام. اللي هو المينيمم العادي يعني. تمام. فابتديت بقى لما اتفقوا معاك على الديل ده ابتديت بقى يبقى عندك خلاص خطه للسنه الجديده وعارف مواعيد سباقات. بالظبط. فكنت خلاص عارف البطوله اللي انا هعملها، وانا مش مصدق يعني، انا مش مستوعب ان انا خلاص هخش في لامبورجيني سوبر تروفيو يوروب. وفي كنت رايح تهزر. انا كنت رايح اهزر. ايه ده؟ واجان انا ما عملتش اي سباقات غير سباقات كارتينج في الامارات. الجريد كان DD2 كاتيجوري DD2 اللي انا كنت فيه، هي عربيه كارت بنقلتين. عارفها. اللي هي اسرع من الكارت البرو العاديه شويه. حاجه بسيطه. فديس از ذا اونلي اكسبيرينس في السباقات. فدخلت في جريد، عملت شورت كات كبيره. 50 عربيه. يا نهار ابيض. ده كان اول سباق بالنسبه لي. طالع عشان بس الناس تبقى فاهمه، هو كده واقف على الستارت لاين ومعاه 50 عربيه تانيين جوه الستارت لاين. طالع على الخضه نفسها بالزحمه والتكدس. الفكره في ايه بقى؟ هو ما كانش ستارت عادي برضو. انا في اول تيست دي ليا كان مين موجود؟ كان موجود المانجر بتاع لامبورجيني روم. وهو بقى كان موجود. فهو يعني هو حاطط ضغط او عايزني اجيب نتيجه، وانا اول سباق ليا. فلقيته بينادي حد، فانا مستغرب وبيعمل له كده. فلقيته جايب ستيفن وينكلمان الCEO بتاع لامبورجيني. تمام. بس فهو كان قاعد بيحكي معايا على الجريد قبل السباق، وانا بقى اللي هو طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز بيحكي معاك انك لا عادي، بيحكي عادي جدا وجود لك ان ذا ريس وكده، وانا اول سباق ليا، ففي اكسبكتيشنز عاليه قوي يعني. وخطفتك انت لما سابوك الناس دي كلها ولقيت نفسك قاعد في وسط ال50 عربيه، على احساسك النفسي بقى وصوت نفسك في ودانك في الهلمت تو ماتش طبعا. عارف لما توصل يعني بتبقى تو ماتش، توصل مرحله انت ما بتفكرش. يعني انت انا عايز اجيب نتيجه، انا ما بفكرش في اي حاجه حواليا. بتعدي مرحله اصلا الاحاسيس كلها بالظبط. اوكي بس فاي كواليفايد في السباق الاولاني، بداته تاني ما شاء الله. ودي كانت حاجه بالنسبه لي طبعا احنا قويه جدا. برضو انا ما كنتش فاهم زي اول تيست دي، انا ما كنتش فاهم ازاي انا جبت تاني. فطبعا الحمد لله توفيق من ربنا يعني. وستارتد السباق سكند. انا فاكر في ستارت بتاع السباق، هو ده كان في فرنسا في بوريكارد. فهو اخر تيرن هو رايت هاندر شبه هير بين كده. اوكي ده بالظبط. فخلاص احنا بنلف، وانا كنت ميد باك يعني، انا كنت سكند في الكاتيجوري الاماتشر عشان كان اول سنه ليا في حياتي. لسه. فكنا تقريبا كنت اوفرول تقريبا 23 من 50. ترتيبك 23 من 50. اوكي. لامبورجيني سوبر تروفيو يوروب is one of the most competitive single make championships. هي من اكتر البطولات القويه صعوبه يعني. بالظبط. فانا فاكر خلاص يعني هم اللي قدام هيبداوا السباق واحنا بنلف. فانا جيت برضو في وضع انا مش فاهم اللي بيحصل. فخلاص انا طالع من اخر ملف، لقيت جرين فلاج على طول، وسامع بقى الفي 10 في في 10 بقى كتير جدا، العربيات كلها في 10. في 10 بس عشان الناس اللي مش عارف اللي هي المواتير ال10 سلندر، يعني مواتير 10 سلندر في صوتها بيبقى عنيف جدا.
وفي بوري كارد ما كانش فيه مافلرز اللي هم بيكتموا الصوت، فالصوت قوي جدا مرعبه. صوت قوي جدا. فخلاص انا بقى دخلت ان ذا مود وقاعد بقى ايه قلبي بيضرب جامد جدا. واول سباق ليا لقيت اللي جنبي في حيطه على يميني، فلقيته بيقفل عليا ودخلني في الحيطه. فانا مكمل وانا في الحيطه، في حد بيزقني على الحيطه وانا طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لا احنا مصريين وجايين احنا نحتفل ضيقه ايوه اصلا. بس الموضوع جديد طبعا مش هكدب طبعا. يعني موضوع جديد وخضه والعربيه بالظبط. فبس ركزت برضو يعني انا دايما بحاول ان انا ايه ما افكرش في اي حاجه بتحصل حواليا غير اللي قدامي. كان عندي شويه دامج في العربيه بس كانت حاجات بسيطه يعني. كملت سباق عادي وكان اول سباق في حياتي وجبت فيه مركز تاني. ده انت اللي بتتحمل الكوست بتاعت الدامجز برضه؟ كل حاجه. بص بقول لك احنا الاحداث سخنت ودخلنا بقى في الايه في السباقات والدامجز وبتاع. فايه خلينا ناخد وقفه صغننه كده. هلعبك لعبه صغيره. ماشي تحب اللعب؟ ماشي بحب اللعب. نلعب لعبه يعني يا رب يعني اوعى تصغرنا. انت لا عمال تكسب سباقات بره لعبه. ماشي نلعب لعبه اسمها ايه حقيقه ولا سراب. ماشي. حقيقه ولا سراب دي ايه هنوريك صور وتقول لنا هي اي ولا مش اي. اوكي. انت بس لو جيت لي من سنه كنت هعرف اميز، دلوقتي الاي اي بقى صعب قوي. ما هو عشان كده أيوة. عشان كده تشالنجينج اكتر. طيب يعني هو المفروض بقى ايه دي صوره حقيقيه تفتكر ولا معموله اي؟ دي العربيات الجديده دي؟ ده انت اللي تقول بقى، انت الدكتور. طب اقول لك حاجه تضحك. احنا كلنا هنا عيانين اساسا. طب اقول لك حاجه تضحك. انا ما بتفرجش اف 1 اصلا. فرجش؟ ما بتفرجش. احنا لسه هنروح له دلوقتي في الحلقه. زيرو. ماشي. لا ماليش دعوه اتصرف. تحاول حقيقيه يعني مش شايفها. شفت طلعت من السهل. ايوه طلعت من السهل. طيب عندنا لا حقيقيه هتطلع. ماشي انتوا جايبين له كل الصور حقيقيه ولا ايه؟ فين اللي تشالنج يا جماعه؟ العيله اهي. هو علامه لامبورجيني مكتوبه غلط ولا؟ لا متهيأليش هيبقى اللعب هنا. صح متهيأليش. هو في وينج طالع كده هناك ولا ده ايه ده؟ ولا لا ده بني ادم واقف. نقول ريل. ايه ده ازاي ده خدعه؟ لا اي دي باينه. دي باينه قوي تحسها يا المستقبل كده. اوكي خلصنا. شفت؟ ماشي حلو. انت ما شاء الله يا جماعه. السكور بتاعه ايه طيب؟ كده غلطت في واحده. 3 من كام؟ أيوة. ده حلو قوي. ده طلعت جامد. قعدت تقول لي لو جيت لي من سنه. هي اللامبورجيني كانت مضروبه ولا مضروب؟ أيوة. بس كان شكلها حقيقي فعلا. يعني انت وقعتني في اللي احنا كنا بنتكلم فيه. لخبطتك ودي ما عرفناش. هي الحاجات دي بقت صعبه جدا زي ما انت بتقول. صعبه قوي قوي يعني من سنه غير دلوقتي اتطورت جدا جدا. والموضوع كمان داخل الفيديوهات بقى كمان يعني. الصور كنا متوقعينها. الفيديوهات راحت في حته تانية خالص. طيب نرجع بقى تاني لموضوعنا بعد ما وصلت للمرحله دي في لامبورجيني والدامجز. وانت جوه العربيه بقى لما بيحصل دامج او حاجه بتتخطف بقى اللي هو يا ترى ايه اللي حصل والخسائر ايه وكده؟ ما ينفعش. مش هتعرف تعمل اي حاجه لو فكرت كده. اوكي. جوه السباق لازم تفصل. فحكه خبطه ايا كان اللي بيحصل ان شاء الله في عربيه بتتشقلب قدامك. تمام. ما ينفعش ولا كأنك شفتها اصلا. بتحصل كتير. حتى انا في مره في المانيا في نوربرجن كان 5 سباق ليا في حياتي. تمام. او خلينا نوصل له ده بعدين بقى. قصه تانية بقى. فبتحصل حوادث كتير قدامك وتشوف حاجات مثلا في سباق لقيت حته كاربون طايره من قدامي وانا دخلت فيها. فبس ما ينفعش تتبطأ. ما ينفعش تتهز خالص. اوكي. طب انت مرحله لامبورجيني دي استمرت قد ايه لحد ما كلمك حد من فيراري؟ قعدت عملت 2023 و2024. اوكي. وهم دول سنتين كنت في اللامبورجيني يونج درايفر اكاديمي برضه. كان 23 و24. كنت لسه جوه الاكاديمي بتاعت لامبورجيني. في 24 برضه. تمام. ايه بقى اللي حصل يعني؟ جه ازاي انت اصلا في حياتك الطبيعيه؟ لامبورجيني جاي ولا فيراري جاي؟ انا فيراري 100%. ومش بقول كده علشان لا رحت الفريق بقى. لا والله مش عشان انا فعلا طول عمري فيراري. I've always been everybody's a Ferrari fan معروفة. انت كنت جوه لامبورجيني مستني فراري يعني نفسك يحصل كده؟ ما جاتش في دماغي يعني honestly. انا اتخطفت اصلا. ما كنتش اعرف ان انا هخش لامبورجيني. I didn't know. انا كنت رايح اعمل تيست دي فانا اصلا الكونسبت مش في دماغي. تمام. وانا في السنتين دول كنت مركز جدا فانا ما فيش حاجة في دماغي غير ان انا محتاج اجيب نتائج.
تمام. فانا ما فكرتش يعني ولا اعرف اصلا، ما اعرفش ان كان في فراري تشالنج اصلا. اوكي. يعني انا فاهم قصدي. ايوه انت الموضوع مركز جوه لامبرجيني انا والعالم براك مش عارف شغلك. اللي بيحصل. اوكي بالظبط. اللي حصل ايه بقى؟ انت كنت لسه عامل سباق حلو مثلا فكلموك، ايه اللي حصل عشان فيراري تظهر؟ كان في سباق كنت بتكلم مع اماتو فراري هو صاحب فرقه اي اف كورسا. تمام. ماي مانجر اللي هو فابريزيو بيعرف اماتو، وكان بيتكلم معاه على ابراهيم ان هو سواق بروميسنج انت بتقعد كتير في ايطاليا اصلا بعيدا عن السباقات؟ لا بحكم الشغل بتاع الفاميلي بيزنس او لا حاجه؟ لا اوكي. لا هو موستلي سباقات لما بروح هناك. اوكي. أم، فالمانجر كان بيتكلم كان معاه. بيتكلم مع اماتو مم. عن ابراهيم ان هيز بروميسنج درايفر وكده وبيجيب نتائج. فكان قال لفابريزيو، قال له ان انا هتابعه في السباق اللي جاي. اوكي. ده كان في 2024. تمام. في السباق ده كان موجيلو. موجيلو اكتر تراك بحبه. مجرد ده في ايطاليا؟ في ايطاليا اوكي. ده اكتر تراك بحبه. تراك فيه كل انواع التيرنز، الهاي سبيد واللو سبيد، الملفات اللي بتخش بسرعه وملفات بيبين كل السكيلز اللي عند كل الدرايف. السكيلز. عندك أوكي. هارد بريكنج بوينتس، فاست تيرنين. عندك في ملفات معينه مثلا بتدوس فرامل وبنزين في نفس الوقت. في ناس بتقول ان ده ما ينفعش، بس لا في السباقات بتحصل. لا في السباقات طبعا بيحصل. مثلا في نوربرجرينج عندك الشوماخر اسز دي في لامبورجيني سوبر تروفيو كنا بندوس فرامل وبنزين في نفس الوقت. عشان يعني تجيب العربيه حاضره وفي نفس الوقت بالظبط. هي تكنيكال قوي، بس انت مثلا انت عايز تجيب هو ملف، فانت عايز ترمي وزن تو ذا فرونت اوف ذا كار، انت عايز يكون فيه جريب لما تحرك الستيرنج تستجيب انها تخش بالظبط. بس في نفس الوقت انت مش عايز تبطئ العربيه. فانت بتدوس فرامل عشان ترمي الوزن قدام، بس في نفس الوقت انت داس بنزين عشان تفضل العربيه حاضره. بالظبط. اوكي. فهو اتفرج عليك بقى في اليوم ده. فهو اتفرج عليا بالظبط في اليوم بتاع موجيلو ده. والسباق ده كنت بدأت ورا شويه، مش فاكر فين بصراحه، بس ما كنتش اولاني، ما بدأتش اول. في السباق بقى انا كنت ورا وقدام دي، بس عشان الناس تبقى فاهمه مرتبطه بالكواليفيكيشن. مظبوط. يعني الكواليفيكيشن دي هو بيخش على التراك بيعمل تايم، بناء عليه بيتحدد هو مكانك فين في تصفيات في قبل تمام. فتقريبا كنت بدأت 8 او 9. فيعني it's not so easy انك تطلع قدام. طبعا محتاج تسبق 7 عربيات. 7 عربيات بالظبط. وايطاليان جي تي بطوله كومبيتيتيف جدا، في منافسه عاليه جدا هناك. تمام. ففي السباق ايطاليان جي تي دي بقى مش لامبرجيني بس، دي لامبرجيني ده بالظبط. ده في هو مالتي ميك، يعني في لامبورجيني وفي فراري وفي بورش وفي جي تي 3 في بي ام دبليو وفي عربيات كتير يعني. اوكي. بس في السباق ده في اللاست لاب بتاع السباق كنت تاني. حلو قوي. وكان في عربيه قدامي كان فاضل كام ملف في اللاب ده؟ فاضل 2. انت اصلا كونك وصلت تاني ده كان حاجه خطيره. ده انجاز اصلا بالنسبه لي. عربيات اوكي. فكان فاضل 2 تيرنز. تمام. والسباق يخلص خلاص، سباق 1 اور. فرصتك الاخيره. فرصتي الاخيره. والراجل كان بعيد بس كان في ترافيك قدامه. تمام. وهو هي توك ات فور جرانتد، قال لا انا عادي، الراجل اللي وراه مش هيلحقني، اللي هو انا الترافيك ده بسبب ان انتوا عملتوا ايه، اوفرلاب ولا؟ ما احنا بنلف على الناس في التراك. فانت جبت الناس اللي احنا بنسابقهم، بس احنا لفينا عليهم. جبتوهم تاني من ورا بالظبط. اوكي. فهو قال لا انا كده ابراهيم ورا مش هيحصلني في فاضل لاب واحده. هتلاقيه هو قال كده، هو ده وقال لك واللي حصلني كسرني يعني. فانا سخنت بقى. هو ابتدى يهدى شويه وانا سخنت. اوكي. عشان انا عايز اجيبه طبعا. انا عايز اكسب. انا بالنسبه لي بالنسبه لي انا ببقى راضي بكل حاجه الحمد لله، بس انا مش عايز اقل من اول. طبعا طموح مهم جدا. بالظبط. فانا كنت بقفل لحد ما وصلت وراه، وكان في قدامه عربيه وراه عربيه. اللي قدامه هو كان قافل انسايد، وبعد كده راح مسك الميدل وهو بيحاول يعمل اوفرتيك. فقفل عليه زنقه. قفل عليه. واللي وراه بقى كان في النص. فرحت انا طلعت بره خالص بقى، اكلتهم هم الثلاثه. يا نهار ابيض. بس فدي كانت نزلت على جرايد في ايطاليا كلها وكسرت الدنيا هناك. ده لقطه في فيلم يعني. فعلا بالظبط. لقطه في فيلم يعني انك تاكلهم كلهم. هم الناس كلها كانت بتتكلم it wasn't expected خالص يعني. 3 ريجاردس لابت او لا، ما هو في واحد في النص سريع. بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله. هو ده كان اول سباق شافك بقى فيه بالظبط. طلعت بقى من جوه. الاوفر جه في ساعتها ولا؟ لا ما كانش في حاجه وقتها. اوكي. انا مكمل عادي ولا كني في اي حاجه خالص. بس فجيت في اخر البطوله، فابريزيو كان قال لي احنا خلاص هنقعد نتكلم مع اماتو علشان نخش
في جي تي 3. مم. وجي تي 3 ده جي تي 3 ريسنج از في جي تي السباقات العربيات الجي تي مم. ده اعلى مستوى في الجي تي كله في العالم. دي جي تي 3 خطيره اصلا. آه. انك تحس انك بتشوف العربيات اللي بتشوف في الشارع عادي بس آه. بالوينجز بقى وايد بالوينجز، بوديز وبتسابق فظيعه. اتس انذر ليفل يعني. اه فطبعا انا بالنسبه لي جي تي 3 يعني كل خطوه بتيجي حلم. هو حلم بيتحقق وانا مش مصدق، بس في نفس الوقت مش عايز الموضوع مش عايز اهدى، انا عايز كل ما حاجه تجيلي اسخن اكتر عليها، تروح اللي وراها بالظبط. اوكي. فقلت خلينا نشوف كده هنعمل ايه. وانا كنت بسابق مع لامبورجيني، بس انا طول عمري فيراري از يعني it is the top for me. احنا خلاص سألناك واتأكدنا. بالظبط. تمام. فعملت اول سنه معاهم في 2025 السنه اللي اول فاتت. مره تبقى فراري اوفيشال بقى. دي كانت خلاص كنت مضيت معاهم ان انا هعمل ايطاليان جي تي هم معاهم. بقى شافوك كذا سباق اقتنعوا بيك وقالوا لك احنا عايزينك. انا برضو انت بتخش برضو كل حاجه عليك. انت اوكي. everything's on you. لما بتبقى فاكتوري درايفر وقتها هم بيدفعوا. هم اصلا كمان فراري تنكين قوي طول عمرهم يعني عمرهم يعني ما بياخدوش حد بالسهوله. هم they don't accept مش حد easily. بالسهوله. يعني مثلا في ايطاليان جي تي لا احنا كنا 6 في الفرقه، وفي بتاع 30 واحد عايز يخش مع اماتو في الفرقه طبعا. في عدد كبير قوي عايز يخش، بس ما حلم فراري ده حلم يعني. وناس سريعه وناس كانت فاكتوري درايفرز في مصانع في شركات تانية وكانوا عايزين يدخلوا مع اماتو في ايطاليان جي تي وما فيش مكان ليهم. فايتس فيري هارد تو جيت انتو فراري، وبالذات على المستوى ده مستوى تاني خالص. انت ابتديت معاهم في 25 مظبوط. في سباقات الجي تي. في سباقات الجي تي 3. الموضوع مشي ازاي بقى معاكم؟ والله بدأنا عملنا اول تيست دي في ميزانو في 2025 وانا بقى لما سوقت العربيه جي تي 3 دي كل الناس سوقته حاجه وجي تي 3 حاجه تانية خالص. ناحيه لا يعني ناحيه كل حاجه، يعني ما تحسش ان هي عربيه حقيقيه. يعني اللامبورجيني سوبر تروفيو كنت تحس ان هي عربيه باورفل جدا، عربيه حقيقيه بس قويه قوي. العربيه جي تي 3 هي مش عربيه جي تي، انت قاعد في عربيه فورمولا. قريبه يعني قوي من الاحساس قريبه جدا. اتس فورمولا بس كلوزد. يعني حتى مش دول بيسموهم التوب 10 او 10 توب اللي هي يعني الايه، كانوا بيقولوا في مصطلح سلانج كده بتاع العربيات اللي هي عربيات السباق اللي لسه ليها سقف، اللي هو المرحله اللي قبل الفورمولا، الحاجات اللي بنشوف. فانت كنت كده يعتبر انت في اخر الحته دي، في اخر العربيات اللي فيها سقف. في الجي تي هي دي كانت اعلى حاجه بالظبط. اوكي تمام. بعدها في بقى اللي هو الهايبر كار والاف 1 اللي هما كل حاجه في حته، بس دول اعلى حاجتين موجود. يعني دي بتاعت سبرنت ودي انديورنس ريسنج. انت دلوقتي جوه الجي تي. انت خلينا نرجع لاحساسك الفظيع. ايوه. العربيه بتقول احساسها مختلف تماما، فيها داون فورس مش طبيعي. يعني في ملفات مثلا ملف في بوريكارت في فرنسا على 250 تقريبا 240، وملف شارب 90 ديجري. ايه الارقام دي؟ لا وملف جامد. يعني انت بتبقى اولموست يعني هاف لوك كده على 250 وهي بتخش. بس الجي بقى طبعا انت بتبقى عامل كده. طبعا عامل جسمك كله عايز يخرج. طبعا. اوكي. لا يعني انا فاكر اول مره سقطت في بوريكارد ات واز اكستريملي فيزيكال هناك، ما كانش سهل. انا شفتك وانت بتتمرن التمارين الفيزيكال بتاعه الرقبه. كنت بشوفها في الافلام بقى، اول مره اشوف حد اعرفه بقى بيعملها في الحقيقه، فاهم؟ يو نيد ات، بتحتاجها قوي. لازم رقبتك، عضلات رقبتك قويه لازم. وشفتك وانت بتعمل التمارين بتاعه الرياكشنز بالظبط. انت مطالب تبقى سرعه بديهتك طبعا عاليه جدا. علشان كل حاجه بتحصل بسرعه جدا. طبعا انت ماشي 250 وبيحصل مفاجاه. بالظبط، ومش عارف حد ممكن يقفل عليك، ممكن حاجه تطلع قدامك ما تعرفش، تلاقي حته كربون مثلا على الارض، دي بتحصل كتير بقى. تلاقي حته كربون واقعه قدامك، هتعمل ايه؟ لو هتمشي عليها هيجي لك الكاوتش هيضرب. فانت مش عايز تضيع وقت ولا تخسر حاجه. بالظبط. لازم بالظبط. فانت لازم تبقى عارف تاخد كل القرارات الصح بسرعه جدا في وقت صغير جدا. والتمارين دي بتعملها طول الوقت؟ most of the time هي بتبقى يعني التمرين العادي اللي هو اي رياضي بيعمله بره السباقات، الفتنس دي بتبقى ده عادي، ده الواحد بيعمله عادي. بس السبورت سبيسيفيك اللي هي مثلا الرياكشن والحاجات دي بتبقى موستلي في الويك اند بتاع السباق او قبل الويك اند على طول، عشان تعمل اكتيفيشن. بتحفز كمان جهازك العصبي. هو اكتيفيشن بس بيبقى اوكي. يعني مش بتحتاج تعمل لايتس طول الوقت. هي بتبقى اكتيفيشن بس. عشان مثلا انا بحب اعمل حاجه بتوين سيشنز، بحب اخد نابس، اخش انام شويه
تلت ساعه نص ساعه بكتير، ما بحبش اكتر من نص ساعه. تهيألي كان سوني في فيلم فورمولا 1 كان بيعمل كده. والله تهيألي مش ات هيلبس جدا يعني، دي فرقت معايا جدا، عشان واحد بيبقى مرهق من السواقه فيخش ياخد ناب، بس في نفس الوقت ما يطولش قوي عشان ما يخشش في النوم بقى. ومش اي حد كده، في بقى- ناس لو دخلت وصحيت تتلخبط. فما هو انا بصحى ببقى خلاص حاسس ان انا لسه صاحي من النوم، فعشان كده بعمل اكتيفيشن عشان تخش في المود تاني، عشان اخش في المود. اوكي. بس وبتخش يعني تبقى نايم وتخش في المود جامد على طول. فانت بتبقى اللي هو مكهرب شويه كده. ليكوا حاجات انتوا بتوع السباقات. ايوه ليكوا حاجات مش سهله خالص. إيه اللي انت دلوقتي لما وصلت للمرحله دي وقعدت تبص بقى على الشريط بتاعك من اوله، شايفه شكله عامل ازاي؟ مش شايفه والله. ما ما تبصش لابراهيم اول ما دخل؟ مش عارف اعملها. مش عارف. انت في اللحظه دي مركز في اللحظه دي بس وقدام يعني ما اعرفش، مش فاكر اصلا. يعني هو طبعا السؤال كان الغرض منه لو انت ما كنتش، انا متخيل انك ما كنتش تتخيل ان كل ده هيحصل. ده استوعبته في الاول يعني مثلا في اول سنه وبعد كده خلاص بقى اللي هو يعني، ما هو كل سنه المسؤوليه بتكبر والكومبيتيشن بتزيد، فبتلاقي نفسك خلاص مسحول قوي في في الريزلتس. فاهم قصدي؟ معجب قوي ما شاء الله. القصه جميله. انت دلوقتي السباقات اللي انت اشتركتها مع فراري، تقدر تقول لي اصعب سباق او اكتر سباق انت حسيت فيه انه مجهد او صعب او حاجه من النوع ده؟ في فراري انتوا سوقت معاهم انديورنس؟ كانت بطوله انديورنس ايطاليان جي تي. كام ساعه بقى؟ 3 ساعات بتبقى 3 ساعات من الضغط. اتس فيزيكال. هقول لك معلومه، جوه العربيه طبعا انت عارف احنا بنبقى لابسين اللبس اللي هو بتاع السباقات ده بيبقى ضد النار. فبيبقى فاير بروف، فبيبقى تقيل جدا. فانت بتبقى لابس 3 لايرز، تبقى لابس التوب او بيبقى 2 لايرز، توب والسوت فوقيه، فبيبقوا لايرز تقال جدا. فما فيش بريزابيليتي قوي، انت مش يعني جسمك مش بيتنفس. وجوه العربيه مفيش تكييف والشباك قد كده، والعربيه مفيش فيها عوازل ولا حاجه، في الحراره كلها دخلك من كل حته. درجه حراره جوه العربيه عايزك تقول رقم كده 50 60. اوبا انت بتسيح كده. 60 كتير قوي 60. فانت قاعد في العربيه ساعه بقى، فتخيل 3 ساعات بقى. ما هو بنعمل ستينس. انت فانت في مره واحده بتبقى ساعه قاسيه. بتخرج منها السود بتبقى لازقه في جسمك. انا اصلا في 2024 في سباق في موجيلو كسبت السباق اللي انا عملت اوفرتيك فيه ده 3 اللي انا قلت لك عليه ده. أوكي. وانا طالع البوديوم فوق اغمى عليا. انا ما طبعا ديهيدريت بقى بشكل مش طبيعي. انا جيت اطلع السلم لقيت نفسي وقعت. ومين اللي استلم ولا هم فوقوك ولا؟ لا حد رمى ميه عليا وصحيت عادي. فوق ابراهيم مش وقت اطلع فوق. ايوه لا كان خلاص بعد ما كسبت هنكسب. يلا انت كسبت يا ابني وبتاع. يعني تعتبر الساعه دي كانت تعتبر اطول مده متواصل انت سوقتها. بس هي مش هي ساعه. هي بالنسبه للناس ساعه. انديورنس ريس يعني مثلا سبرنت بيعملوا من نص ساعه لساعه. الانديورنس بيبقى ساعه بلس. يعني مثلا حتى في السباقات ال6 ساعات 12 ساعه 24 ساعه ال 24 ساعه بيقعدوا اكتر من ساعه. الستنت بيبقى ساعه ونص مش اكتر من كده. يا راجل ما بيقعدش مثلا الواحد 3 ساعات. لا يعني بتبقى رير جدا. ليه؟ عشان انت بعد ما توصل لساعه ونص انت خلاص مستحيل تأدي. هتبقى يعني انت مش هتبقى في الليفل اللي انت بدأت بيه. فاحسن انك تبدل حد تاني يخش، هو يكون هايدريتد وريدي ان هو يخش ويجيب الريزلتس، وانت بتطلع خلاص يعني هتاخد الريست. بتاخد الريتشارج بتاعك، تاخد بقى ناب ايا كان. كل سواق بقى عنده حته مختلفه. احساسك ايه وانت داخل على البيت دي يا جماعه، اللي هي الحته بتاعت العربيات لما بتخش تحط بنزين كده والناس يبقوا واقفين ويجروا عليكوا؟ احساسك بيبقى يعني الحاجات دي بالنسبه لي انا بشوفها في الجيمز. عايز تخيل شعورك بقى وانت داخل على البيت كده وبتهدي وهم بيتلموا حواليكوا. هي تقريبا اللحظه الوحيده في السباق اللي انت خلاص بتطلع اللي جواك. بتاخد نفسك ثانيه. تاخد نفسك بس هم بيبقوا سرعه قوي، ما بتلحقش تاخد نفسك قوي يعني. ما هي يعني احسن يعني على الحلبه انت بتبقى طول الوقت متنشن مشدود. متنشن فهو ده حتى في وسط السباق لما تخش البيتس بتبقى برضو حاسس ان خلاص انا هيبقى فك شويه يعني قبل ما اطلع حتى نفس بالظبط. الناس اللي حواليك، صحابك، البيت، العيله، شافوا ده ازاي؟ يعني ابراهيم فجاه بقى درايفر دولي وبيسابق بره وبقى بيجيب القاب، مركز اول ما شاء الله، جبت اول كتير وبتمثل مصر بشكل او باخر. الموضوع ده شكله عامل ازاي في عيون الناس اللي حواليك، صحابك بتاع؟
خاصه ان انت لسه بتدرس. مم. فانت في حواليك الجيل اللي هو في المرحله بتاعت بيحبوا العربيات ويحبوا السواقه، في وسطهم واحد سواق فراري بيطلع يسابق بره عادي جدا. نظرتهم ليك عادي. ما فيش لا انبهار؟ عادي قوي. انبهار. لا عادي. طب اهلك السبورت في البيت؟ لا اهلي سبورت عالي. عالي. بس الناس تانية عادي يعني. اهلك يعني والدك مثلا ما جاش في لحظه قال لك دي كوست مبالغ فيها، جه قال لك في لحظه ده الدراسه بتاعتك البيزنس بتاعنا، انا عارف انت كمان بتشتغل في البيزنس مع والدك، في حاجه من دي حصلت؟ ما هو انا بحاول على قد ما اقدر ابالانس بتوين ذم، يعني بحاول على قد، مش عايز اقصر في اي حاجه، فباجي على نفسي كتير في الحاجات دي عشان اعرف ابالانس ما بين الجامعه والشغل والسباقات. فلحد دلوقتي الحمد لله مش يعني انا مش مقصر في حاجه، النتائج في الجامعه كويسه الحمد لله، السباقات النتائج كويسه، متواجد مع الوالد في الشغل، فيعني سو فار ام بالانسنج ما شاء الله. فما فيش حاجه معينه تخليني يعني السباقات احسن ابقى مشغول في سباقات من طبعا. يعني مثلا الشباب كتير قوي بيخرجوا مع بعض كل يوم، انت مركز في حياتك، انا خدت بالي كمان انك بتنام بدري يعني بحاول على قد ما اقدر، يعني طبعا السفر بيبوظ الموضوع ده، بس بحاول انام بدري دايما، الريتم بس يبقى كونسيستنت. وصلنا لحد فين احنا دلوقتي جوه الجي تي 3؟ وصلنا لايه من ناحيه ايه؟ يعني سوقنا كام سباق، وممكن بعد كده يبقى ايه اللي جاي بعد المرحله دي؟ واللي انا فاهمه كمان ان في حاجه اسمها LMP1. بص انا دلوقتي عملت 2025 عملت البطوله مع فراري في الايطاليان جي تي، والحمد لله كسبنا بطوله ايطاليا اول على بطوله ايطاليا. كم اول لحد دلوقتي؟ مش عارف، ممكن 9 8 او 9 ما شاء الله. الله تقريبا. ماشي. مش عارف صراحه. لا يعني بغض النظر ايوه هو اكتر من 2 اساسا. هلم قوي. فكسبنا بطولة ايطاليا ما شاء الله. ودي بطولة كومبيتيتيف جدا، في سواقين بيجيبوا نتائج كويسة جدا في جي تي وورلد تشالنج. جي تي وورلد تشالنج دي اقوى بطولة في شبه في عالم جي تي ريسنج. اوكي. ريسنج ان جنرال. تمام. يعني هقول لك حاجة، في F1 مثلا انت عندك، وانا لما كنت بتابع ما اعرفش بقى دلوقتي عامله ازاي، اوكي، في ثانية بيبقى مثلا عندك اول 5 6 في ثانية، فرق ما بين اول وقول لحد 10، ده بيبقى فرق ثانيه. تمام. في جي تي وورلد تشالنج في جده فرق ما بين، عايزك تقول في كام عربيه في ثانيه. احنا قلنا، انت قلت ممكن تقول من 1 ل 10 في الفورمولا 1. وهنا الرقم هيبقى اكبر. 15 33 عربيه. ايه ده يا عم؟ في ثانيه. ايه ده لازقين في بعض. لازقين في بعض. ده كواليفاينج الفاستست لاب. يا نهار ابيض. تخيل. كومبيتيتيف جدا، انت لو غلطه كده سناب بسيط رجعت مثلا 5 بس من حاجه بسيطه كده. طبعا ما هو 33 جوه نفس الثانيه، ده ممكن اكتر كمان الغلطه اكتر طبعا من اكتر من كده. ده فور شور. وده احنا عملنا ايه في ده؟ فهو في ناس بتجيب نتائج، بتحقق نتائج في بطوله جي تي وورلد تشالنج دي، بينافسوا في بطوله ايطاليان جي تي. اوكي. في منهم ناس عندك انت؟ في ناس ناس بتجيب نتائج مش بس بيسابقوا في جي تي وورلد تشالنج. فاحنا اللي احنا نكسب البطوله دي ده كان انجاز. وطبعا بشكر ليو وديفيد التيم ميتس بتوعي، دول فرقوا جدا يعني. دول الدرايفرز التانيين دول احنا 3 على العربيه، فاحنا بنشار مع بعض، ودايما يعني لازم نزق بعض، عشان لو حد وقع احنا كلنا بنتاثر. طبعا فلازم دايما نزق بعض. تمام. بس فاحنا الحمد لله كسبنا البطوله دي. وبعد كده اماتو كان قال لنا عايزين خلاص نحطك في بروتوتايبس، عشان قلت له انا هدف بتاعي عايز اخش هايبر كار مع فراري، اللي هو 24 hours of Le Mans بالعربيه الكبيره دي بتاعت هايبر كار. قلت له هو صاحب الفرقه الاي اف كورس اللي هي اصلا هو عنده عربيات هايبر كار، فقلت له بصراحه يعني ده هدفي وانا عايز اوصل لهايبر كار، فانا محتاج خطه. وهو طبعا اكتر واحد في الحته دي كومبليتلي، اللي هيكون عنده معلومات ازاي يوصل للحته دي. فحطيني في ال MP3 بطوله ايجن الماضي، اللي انا جبت فيها في البطوله، جبت مركز 3 وكسبنا سباق في دبي. ما شاء الله. دي بطوله قويه جدا، والعربيه MP3 دي برضو قصه يعني. اللابس التراكات دي لما بتبقى انت متعود تشوف اساميها في الجيمز وفي اللعب، وبعدين تكتشف انت بقيت جوه السباق فعلا، عينك ساعات بتفتكر المنظر من جوه الكمبيوتر او اللعبه اللي كنت بتلعبها. طبعا بتفتكر. تفاصيل مثلا لما يكون مثلا في بامب صغير في التراك كده، حته واقعه ما تحس يعني مش موجوده على السيميليتر، بس الجنرال بتبقى فاكره. شايف الملف ده انا عارفه. الملف ده انا عارفه. بتفرق والله جدا. في ناس بتقول ان هي ما بتفرقش، لا بتفرق.
انا كنت عايز اسمع منك انت، عشان انت يعني شفت التجربه بعينك جوه التراكات دي تفرق. وانت تحت الضغط ده. ما تفرقش امتى قوي، ما تفرقش انت ما بتتكلم مثلا في التنث جزء من الثانيه، امم ما تفرقش قوي. امم بس تفرق لو مثلا تراك جديد امم ما تعرفوش، اوكي. هتروح مش عارف التراك ولا لا هتسوق تبقى على شفته على السيميليتر. الاقل، شفته سوقته على فيرتشوال السيميليتر، حتى. ايوه بالظبط. اه تفرق جدا. اه يعني انا لو انا تراك مش عارفه، ماليزيا مثلا كان تفتحوا على ماليزيا ده انا في ال ام بي 3، انا ما عملتش اي تيست دي هناك، فانا شبه رايح ما اعرفش اي حاجه، فكنت لازم اعمل سيميليتر كتير. بس طبعا رحت هناك والدنيا مطرت بقى، والعربيه ال ام بي 3 ما فيهاش ولا تراكشن ولا اي بي اس، فكانت قصه ثانيه خالص. طبعا مهزله دي بقى. اه فبس برضو جبنا مركز تاني فيها. ما شاء الله ما شاء الله. طب انت اصلا عملت ابجريد بقى للسيميليتر بتاعك؟ اه موزه بقى. لا كاستم. اوكي. كاستم دي ماركه ولا كاستم انت لا جمعت؟ كاستم انا جمعت. جمعت كل حاجه، جبت الستيرنج حاجه كله مختلف. اوكي. والفرامل والبنزين كاستم اصلا، مش شركه يعني، مش شركه معروفه. اوكي. هو هيدروليك سيستم كومبليتلي يعني. وبتتمرن؟ بتمرن عليه ده. ما شاء الله. اي ريسنج بقى. التخيل بقى عندك في يعني ان شاء الله دلوقتي انا عارف انك شغال في البيزنس مع والدك، افتراضا يعني ان شاء الله الكارير بتاعك ده خدك لحد الحته بتاعه الاحتراف، وان خلاص في شركه هي بتصرف عليك تمام في القصه بتاعه العربيات وبتاخد منها الفلوس، هتتفرغ ولا هترجع للبيزنس؟ هتعمل ايه؟ بص دي حاجه، ما يعني عارف، انا دايما بقول لك بحاول ابص لقدام، دي حاجه انا سايبها لوقتها. بس انت متارجت عايز تروح للفورمولا 1 ولا انت بالنسبه الشغل لك الاساس بالنسبه لي. مش هو ده الاساس؟ الشغل هو الاساس. الشغل الاساس طبعا. اصل انا شايف هنا ان يعني الموضوع فيه انفست ضخم جدا طبعا فيك، فالانفست ده انا متوقع ان الطبيعي تبقى مستني ان هو يرجع ليك تاني بفايده. لا انا بالنسبه لي الشغل اساس. ووالدك كمان شايف كده ولا؟ والدك برضو الانفست ده اكيد. والدي طالما هو شايفني بجتهد وبعمل حاجه انا بحبها هو تمام، طالما حاجه صح. بس فهي بالنسبه لي لا، الاساس هو طبعا هو الشغل. طبعا ربنا يوفقك في الاثنين، ما هو الاثنين ممكن يحصلوا يعني، انت مش طول يعني السنه في سيزون. بالظبط. انت هتيجي قبلها بفتره تبقى بتشتغل، هتيجي السيزون قرب هتتفرغ. بالظبط. هو ده اللي انا بحاول اعمله يعني، هو ده الاكشن اللي انا بعمله دلوقتي اصلا. بس انا بتخيل ساعتها هو الموضوع بقى بالنسبه لك بقى بيعود عليك خلاص، ده شغلك. مظبوط. بس انت واضح ان انت هو يعني دلوقتي اوريدي يعني هتختلف، بس ان انا عندي عقد ان انا فاكت درايفر. اوكي يعني. بس هو شبه. طبعا ما طبعا فيش فاهم، ما فيش اختلاف قوي بيبقى. انا مثلا في 2024 عملت تقريبا 20 سباق. كتير قوي. هم في F1 بيعملوا 22 سباق. يعني تقريبا اونست عديت بنفس التجربه. بيسيكلي ذا سيم. لكن انت حلمك رايح للاف 1 اكتر انديورنس ريسنج. ال 24 ساعه انا بحب الانديورنس ريسنج عشان فيها اكشن اكتر بكتير. طبعا يعني الاف 1 طبعا اتس ذا بينكل، اف 1 از ذا بينكل. بس انديورنس ريسنج نوت اكسبكتد. يعني اف 1 معظم الوقت تبقى عارف اللي هيحصل، حتى لو مش طبعا مش الترتيب كله، بس بتبقى مثلا عارف اول 3 اول 2. الانديورنس بقى انديورنس لا، انديورنس فيها متعه، انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. ممكن تبقى عادي جدا تلاقي واحد اخير يكسب السباق، وتلاقي واحد مش باين فجاه باين. بتروتيت الدنيا بسرعه قوي. بتروتيت جدا. بتبقى استراتيجيز. الانديورنس از اول اباوت استراتيجي. طبعا احنا شفنا ده طبعا انا عارف، انا بقول لك طبعا لاني شفته في الافلام يعني. ايوه. فانا عارفه يعني. this is why I like endurance racing اكتر. انت لما بتيجي تشوف بقى السباقات في مصر، انا عارف طبعا المستوى بعيد قوي، بتحس باي نوع من انواع انت نفسك تسوق في البلد هنا ولا انا فكري ما بيروحش في الاتجاه ده. فكري اكتر في ان انا عايز اشوف ناس اكتر في اوروبا. يعني ببقى عايز ناس تطلع بره. انت عايز ناس من هنا تسافر بره. وانت شايف ان المستويات، بما ان انت شايف ان في هنا مستويات لو سافر بره تعمل حاجه كويسه. ما انا ما اعرفش، انا في الكارتنج كنت بطيء، فعارف انا ما بقيتش حتى الريفرنس مش عارف. ما اعرفش. ممكن واحد يبان سريع، شفتها كتير في الكارتنج. واحد يبان سريع جدا في الكارتنج يطلع في العربيات ولا اي حاجه خالص. واحد بطيء جدا في الكارتنج بيطلع عربيات بيبقى حاجه تانية خالص. واحد بيروح من فورمولا الجي تي بيكون سريع جدا وبياكل كل الناس في الجي تي. وفي ناس تانية من فورمولا برضو الجي تي وتبقى بطيئه. والعكس صحيح برضو. فهي انت شايف الموضوع فيه متغيرات، فلازم التجربه. لازم حد يتحط في الموقف. شايف. متخيل. انت اقرب حاجه عندك امتى ان شاء الله؟ اقرب سباق عندي ان شاء الله الشهر الجاي باذن الله. فين؟ فهيبقى في ميزانو. تراك ميزانو. جي تي برضو. جي تي 3 مع فراري برضو ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. وعندك انت بتنزل لك السكادجول بتاع السنه يعني، انت عارف ايه اللي بعده؟ عندك كام سباق السنه دي عموما؟
مش عارف العدد، بس انا هعمل ايطاليان جي تي برضو. ولسه هشوف هعمل كام حاجه سبوت برضو، سبوت ريسز اللي هو لو في فرصه جت في حته هبقى اروح. بس يعني الكوميتمنت انا مرتبط بايطاليان جي تي، هو ده الاساس بالنسبه لي يعني. ربنا يوفقك. انا سعيد جدا. انت يعني ما شاء الله عملت انجاز. احنا عندنا ناس كتير عملت انجازات، بس انت خرجت بره الفريم المعتاد بتاعنا. ما شاء الله انت طلعت بره، سبقت في وسط سباقات كبيره جدا كنا بنشوفها بس في الفيديو جيمز وفي الافلام. انت سقت وحققت، مش بس سقت، انت حققت مراكز ومش مراكز، انت حققت اول ما شاء الله احنا قلنا الحمد عندنا لله. 8 او 9. فهو الموضوع طبعا بيعود عليك. انا تقريبا انا حسبت من قريب يعني، تقريبا كان حاجه و30 بوديوم كان ما شاء الله في الثلاث سنين اللي فاتوا. يعني 8 9 اول والباقيين من تاني لتالت. تاني تالت بالظبط. حلو جدا، حلو جدا. فانا بقول لك انت اللي حققته ده هو انجاز كبير ليك، بس من غير ما تحس انت حققت انجاز كمان للبلد يعني. ده يعني مصر نفسها عندها درايفر بالحجم ده. احنا فخورين بيك جدا، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ودايما من نجاح لنجاح. وانا متوقع لك انك تبقى توصل للانديورنس اللي انت بتحلم بيه وتحقق فيه نفس الانجازات برضه ان شاء الله. سعيد جدا بوجودك معايا، والقعده حلوه بيك وما يتشبعش منها، بس الوقت بيخلص. اكيد طبعا. بس انا اتبسطت جدا بوجودك معايا. متشكر يا ابراهيم قوي. شكرا يا حبيبي. شكرا يا ابراهيم، شكرا، نورتني. شكرا.